حسن زيتوني، هذه نقطة هامة. يعني إذا كانت الحدود والأجواء مغلقة أمام المغرب، أليس من المفترض أن يكون هناك بادرة حسن نية على الأقل تفتح الأجواء لكي يستطيع ملك المغرب والوفد المرافق له طائرة الملك أن تصل إلى الجزائر؟ لا علاقة لهذا بذاك، يعني الطائرة تستطيع أن تغادر الرباط وتتوجه إلى الجزائر من دون أن أي مشاكل تذكر. وبالتالي فالمسألة المتعلقة بالنزاع الذي يشير إليه الأستاذ ومتعلق بالصحراء الغربية، يعني الجزائر منذ العام 1975 منذ أن اندلعت هذه الأزمة التزمت موقفا يقول بالحرف الواحد إنها ليست طرفا في النزاع. هناك نزاع أو صراع بين جبهة البوليزاريو الساقية الحمراء ووادي الذهب وريو زودورو كما كان يطلق عليها الإسبان. لفترة طويلة كانت أرض خاضعة للهيمنة والاحتلال الإسباني، لم يحرك المغرب ساكنا للمطالبة بهذه الأراضي مثل ما هو الحال مع سبتة ومليليا. وفجأة قرر العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني تنظيم ما يسمى بالمسيرة الخضراء لفرض وجوده على هذه الأراضي من دون أن يراعي بأن هناك شعب اسمه الشعب الصحراوي يختلف في تقاليده، في فكره، في نظرته، في لباسه، في أكله، في شربه. أنا ذهبت إلى الصحراء الغربية، عندما تكون في البادية يقولون لك بالحرف الواحد نحن ملكيون، نحن صحراويون ملكيون. وعندما تذهب إلى المدن، سأعود إليك دكتور صبري سأعود إليك، سأعطيك الفرصة. تدخل المدن الصحراوية تجد جيلا يختلف، شبابي كاملا يختلف عن البدو في الصحراء، مهمشون، لا يعتبرون مغاربة على الإطلاق، ينظر إليهم نظرة دونية. هذه ملاحظاتي الخاصة وأنا لا أبالغ في ذلك لأنني كنت موجود هناك وعملت تقارير هناك وتحدثت إلى هذه الجهات. وأشكر السلطات المغربية حينها أنها سهلت مهمتي كإعلامي في ذلك الظرف. ولكن هذه هي الحقيقة، لا يمكن أن نغض الطرف عن هذه الحقائق. ربما الزميل يعني الأستاذ له تعاطف مع قضيتي وأنا أقدر ذلك، ولكن أنا لست مع الصحراء أو ضد الصحراء. هذا نزاع يجب أن يحل، وأعتقد أنه من مصلحة المغرب، من مصلحة الجزائر، من مصلحة الدول المغاربية بالدرجة الأولى، ومن مصلحة الأمة العربية أن يكون هناك تقارب الآن في ظل هذه التكتلات التي يشهدها العالم. نحن العرب نخسر الكثير. لماذا؟ الحل موجود. يعني لو ينظر الأستاذ إلى الحلول المطروحة، الملك المغربي محمد السادس اعترف قبل سنوات بأن الحل هو في إعطاء الحكم الذاتي ل6 سنوات للشعب الصحراوي، وبعدها يتم إجراء استفتاء شعبي ليقرر فيه الشعب الصحراوي إن كان يريد البقاء ضمن المملكة المغربية أو ينفصل عنها. هذا هو الحل المطروح في الأمم المتحدة، وهو حل منطقي وسليم. سيد حسن أنت أخذتنا إلى موضوع آخر واتجاه آخر، هذا ليس مجال أن ندخل في تفاصيل هذه القضية، ولكن على كل حال طالما أنت تحدثت بهذه القضايا للدكتور صبري حق الرد على هذه القضايا. تفضل دكتور. أولا فيما يتعلق بالصحراء المغربية والتي يعتبرها الأستاذ أنها شأن آخر، بل إنها شأن مغربي ولا تعني الجزائر بأي شكل من الأشكال. هذه مرافعة الجزائر التي تقول أنها ليست طرفا في هذا النزاع، ولكن كل الأدلة وكل الحجج وكل البراهين سواء تاريخية أو سواء سياسية أو سواء في احتضان البوليزاريو، في خلق البوليزاريو، في احتضان البوليزاريو، في عسكرة البوليزاريو، وفي الدفاع دبلوماسيا عن البوليزاريو. هذا يتناقض مع تصريحات الجزائر. الجزائر طرف أساسي لأنها وافقت سنة 2004 على اقتسام الصحراء، وهو ما يتناقض مع الأطروحة وعلى المبادئ التي ترافع من أجلها، باعتبار عندما ادعت أولا
أن قضية الصحراء المغربية هي قضية تتعلق قضايا التحرير وادعت ذلك، ولكن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية تشير غير ذلك، بدليل أشير لكم إلى دليل هو المادة 49 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 249 الذي يقول في الفقرة 39 أن هنالك دولة الجوار ترفض الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة سواء في إطار خطة التسوية والتي لا يزال الأستاذ يرافع من أجلها بالرغم من أنها أقبرت من طرف الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة اعتمدت منذ 2006 على مبادرة سياسية خلصت سنة 2016 إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا توافقيا واقعيا وعمليا، وهو الذي جعل الجزائر نفسها تتهم الأمم المتحدة بالانحراف. إذا كان الأستاذ يرافع من أجل الشرعية الأممية والشرعية الدولية، فإن الشرعية الدولية تشيد بمبادرة المغرب بالحكم الذاتي تجعلها الأساس وطبعتها بذات المصداقية والواقعية، والتي يأبى بل إنه لا يريد أن ينظر إلى هذه الشرعة الأممية هي الجزائر التي تختلف، وأن الأمم المتحدة نفسها كيفت النزاع وارتقت به إلى نزاع إقليمي، بمعنى أن الجزائر طرف أساسي وهو معنية وحضرت كذلك في الموائد المستديرة. إذا كان الأستاذ لا يواظب أو ليس معنيا أو لا يتوفر على المعلومة الكافية بما آل إليه الملك، فإن الملك يعتبر الجزائر طرف أساسي وله مسؤولية في إطار قانون الدولي للجوء، لأنها لا يمكن للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان أن يسمح، بل إنه رفض الانتداب، وكأننا في عقد المقاولة من الباطن عندما سعى البوليزاريو بإدارة المخيمات ضدا على القانون الدولي. في مغربها والمغرب في صحرائه شاءت أو بأت الجزائر، والمغرب سيحضر إلى الجزائر ليس منة ومجاملة من الجزائر، بل إن له الحق وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، وأن جلالة الملك شأنه شأن ذاك الجندي الذي يرابط في الحدود سيحضر إلى الجزائر وسيدافع عن حقوق المغرب في عقر الجزائر وضدا على الجزائريين وضدا على النظام الجزائري في ساحة وفي قاعة جزائرية. سيد حسن زيتوني، هل مشاركة ملك المغرب في هذه القمة ربما ستؤدي فيما ستؤدي إليه إلى إنهاء الأزمة مع الجزائر وطي صفحة الصحراء؟ هذا هو يعني من المفروض، هذا هو السبيل الأمثل. هذا النزاع بين المغرب والبوليزاريو ليترك جانبا، ليترك للمغاربة وللصحراويين أن يحلوا هذه المشكلة، وفي آخر المطاف مهما طال الزمن الحل هو الجلوس على طاولة المفاوضات بإشراف عربي أو أممي أو إفريقي. يعني الصحراء الغربية عضو في منظمة الوحدة الإفريقية، المغرب يشارك جنبا إلى جنب مع الممثلين الصحراويين في هذه المنظمة. جرت هناك مفاوضات عديدة بين الطرفين في واشنطن، في سويسرا، في عدة دول، وأعتقد أنه في آخر المطاف الطرفان وبما فيها الجزائر والأطراف العربية كلها تدرك أن الحل الأمثل هو ليس القوة والعنف، لأن ذلك لن يخدم المغرب ولن يخدم الجزائر ولن يخدم منطقة المغرب العربي إطلاقا، ولكن الحل هو في الجلوس على طاولة المفاوضة. بالنسبة لمشاركة العاهل المغربي في هذه القمة واستقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ستكون خطوة إيجابية جدا في الطريق الصحيح، لأن العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العائلية بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا يجب أن تكون قوية ولا تتضرر أو لا تتأثر بما يجري من مشاكل على الحدود أو بسبب مشكلة مثل هذه تنشب هنا وهناك. اليوم الصحراء، بكرة ممكن تنشب قضية أخرى، ولدينا عدة قضايا في منطقة المغرب العربي، وبالتالي ما هي الأولوية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح في هذه القمة. أين هي الأولوية بالنسبة للحكام العرب، للقادة العرب؟ أين نحن في هذا العالم الذي أصبح يطمع في كل خيرات بلداننا، يطيح بالأنظمة، يغير ما يريد، يعني حتى أطراف أخرى عدوة للقضية العربية ولا تزال عدوة للقضية العربية أصبحت الآن
تهدد أمن الجزائر من البلد المجاور اللي هو المغرب. يسمح لوزير خارجية الكيان الصهيوني أن يأتي إلى المغرب ويهاجم الجزائر التي يعني هي دولة شقيقة للمغرب. كيف يسمح، كيف يتجرأ المغرب أن يسمح لهذا الكيان العدو وبالتالي فلماذا يتجرأ المغرب على هذه الخطوة بالتطبيع مع كيان لا يكن له أدنى الاحترام ليهاجم الدولة الجزائرية ويهدد أمن واستقرار الجزائر؟ لهذا قطعت الجزائر علاقاتها، لهذا تخشى الجزائر من هذه العلاقات على الحدود مع المغرب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتجارة المخدرات وغيرها. وبالتالي فحضور العاهل المغربي لا بد أن يركز على كيفية إعادة الاعتبار لهذه العلاقة. أشير باختصار أن والدي رحمه الله من عندما استقلت الجزائر والله كان يقول لي بأنهم يذهبون إلى المغرب ويدخلون بالسلاح من أجل الصيد. كانت الحدود مفتوحة ببنادق الصيد الجزائريون يتوجهون إلى المغرب ويدخلون من دون أي مشاكل من أجل الصيد. كيف كانت العلاقة رغم كل المشاكل التي كانت قائمة بعد الاستقلال، وكيف هي الآن بين البلدان؟ لو ترك الأمر للشعوب لن تكون هناك خلافات. بالتأكيد لو ترك الأمر للشعوب لن تكون هناك خلافات. ليس هناك خلاف بين أي دولة عربية وأخرى على المستوى الشعبي، ولكن الخلافات كلها على مستوى الأنظمة. دكتور صبري، واضح بأنه البون شاسع ووجهات النظر مختلفة تماما، والمشاكل يبدو عميقة بين الجزائر والمغرب كأنظمة سياسية نتحدث. وبالتالي السؤال المطروح هنا إلى أي وسيد حسن تحدث قبل قليل عن وساطة ربما خليجية، هذا يدفعنا إلى التساؤل إلى أي مدى تعرضت كل من الجزائر والمغرب إلى ضغوطات ربما عربية إقليمية دولية من أجل يعني حضور المغرب لهذه القمة ومحاولة حل الخلافات بينهما. قبل ذلك الأستاذ زياد، أريد أن أجيب الأستاذ المحترم على بعض التهم التي وزعها على المغرب. إذا كان الأمر يتعلق بتقرير المصير فهنالك شعب وسط الجزائر يطالب بتقرير المصير، فبالأولوية والأحروية أن تمتع الجزائر الشعب القبائلي بهذا المبدأ وبهذا الحق. ننتقل ثانية إلى محاولة لجم حق المغرب في قراراته الخارجية. قال الأستاذ أن المغرب لجأ إلى إسرائيل أو طبع إلى إسرائيل بغية تسهيل الاعتداء أو الاعتداء على الجزائر. أقول للأستاذ أن الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب قبل أن يستقبل المغرب وفودا أو شخصيات إسرائيلية، وهو شأن سيادي يرجع إلى المغرب ولا حق لأي أحد أن يعاقب عليه. الجزائر فتحت أبوابها لكل الدول وكل القوى العظمى، لإيران، لتركيا، للصين، علت من المنطقة المغاربية على سفيح ساخن الجديدة. من يتسبب في هذه الفوضى وفي هذه الأزمات التي وفي هذا الخطر المحتمل والداهم الذي قد يأتي على الأخضر واليابس، وقد يأتي على الجزائر أولا، وقد يأتي ثانيا على المغرب، وثالثة على كل الدول المغاربية. إذا كانت الحكمة هي أن ترد وأن تعاقب الجزائر على تلك اليد الممدودة التي قالت وبدون وساطات اليد جلالة الملك والعرض المغربي إلى الجزائر منذ مدة طويلة هو من أجل تكوين لجنة تنكب على كل المشاكل التي تعترض تطور العلاقات بين المغرب والجزائر. الجزائر آذان صماء لا تلتفت ولا تستمع ولا تتصنت إلى المبادرات المغربية. كيف للجزائر اليوم أن تنادي وأن ترفع شعارا كبيرا وضخما وهو لم الشعب الشملي المغربي، فهي لم تستطع أن تتجاوب إيجابا مع مبادرة ثنائية بينها وبين المغرب، وأن تفتح الحدود من أجل التطبيع. إذا كان التطبيع غير قابل بين السياسة الساسة، فإنه لو فتحت الحدود لتم التطبيع شعبيا ولتم التأثير على القادة السياسيين. إذا شعارات الجزائر هي شعارات